السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا دايما في أحسن حال. ايه رأيكم النهاردة مع غلو الأسعار والدنيا اللي بقت نار نعمل عيش في البيت؟ طبعا الخبز في البيت كله خير وبركة، وكل ما تعملي حاجات ومخبوزات تبقى بيتك كله مليان خير وبركة وما تحتاجيش حاجة من بره. بكيلو دقيق واحد عملت 55 رغيف شامي زي ما انتوا شايفين، تحفة. ينفع بقى فطار وغدا وعشاء، يعني حاجة كده جميلة. بصوا، يعني والله احلى من اللي بيباع بره، وممكن تضيفي عليه المكونات اللي تفيدك وتفيد ولادك. بصوا، بيتفتح كده وكان منفوخ وحاجة كده، يعني اخر جمال. لو اول مرة تشوفوني انا صافي حبيب، ما تنسوش تعملي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ صافي. هنا بداية مكوناتنا كان كيلو دقيق. انا استعملت هنا دقيق الضحى، دقيق فاخر، ممكن تستعملوا دقيق مخبوزات، تستعملوا كمان دقيق البيتزا بيبقى حلو قوي في العيش، كله حلو قوي. ولو برضو دقيق سايب بيبقى جميل جدا، بس تأكدي ان دقيق نوعه حلو عشان خاطر ما يمطش معاكي. تمام. هنا هوت انا حطيت كيس خميرة فورية، وحطيت معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. تمام. الخميرة الفورية أفضل وأنجح كتير من الخميرة بتاعة الأفران. تمام. وكمان حطيت معلقتين كبار من اللبن البودرة، ممكن تستغني عنه لو مفيش. هنا هوت انا علشان خاطر ازيد العيش دسامة واخليه كده حلو ومفيد، حطيت كوباية من اللبن، حطيت عليها كوباية مية ودفتهم كويس. ما سخنتهمش ولا غليتهم، لا دفتهم بس. وكمان حطيت عليهم معلقتين كبار من الزبدة عشان بس اضيف للعجينة كده دسامة ويبقى ليه طعم وريحة. ممكن نضيف لبن رايب، ممكن نضيف قشطة، اللي انتوا حابينه. وكمان حطيت ربع كوباية من زيت الزيتون، ممكن كمان نستغنى عن زيت الزيتون ونحط زيت نباتي. تمام. تمام. هحط دلوقتي كوباية اللبن وكوباية المية، وعليهم معلقتين الزبدة الكبار. تمام. تمام. يبقى هنا هو مكوناتنا ايه، نعيدها مع بعض. حطينا كيس دقيق وعليهم كيس خميرة فورية، الكيس الخميرة الفورية دوت يصلح لكيلو من الدقيق. تمام. وكمان حطيت معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان عليهم كوباية من اللبن، وعليهم كوباية مية، ومعلقتين كبار من الزبدة، وربع كوباية زيت زيتون او زيت نباتي. زي ما شفتوا انا عجنتها في العجان، ممكن نعجنها على ايدينا هتبقى افضل كتير. دلوقتي انا عجنتها كويس جدا، بس برضو لازم احس بملمس العجينة بايدي واشوفها اذا كانت تمام ولا عايزة تتعجن كمان. انا لقيتها هنا تمام، وزي ما انتم شايفين الطبق بتاع العجان فضي جدا، ومعنى كده ان العجينة تمام معانا. حلو. طيب، دلوقتي بقى هدهن طبق عشان احط فيه العجينه تخمر، هحط فيه زيت، دهنة زيت، وادهن العجينه من فوق زيت، واغطيه واسيبه في مكان دافي لمده ساعه او ساعتين لو في الصيف. لو في الشتاء بقى سيبيه لغايه لما تخمر، يعني مش هديكي وقت محدد. سبتها حبه حلوين لغايه لما اختمرت، وزي ما انتم شايفين العجينه جميله جدا، بسم الله ما شاء الله، تحفه، طريه وجميله جامدة جدا. دلوقتي بقى انا عندي هنا هوت الميزان ده ما نستغناش عنه في اي بيت. بس انت اذا ما عندكيش الميزان، عندك ايدك، شوفي يعني كوريها على مقاس اللي انت عايزاه. تمام. المقاس اللي انت حباه كوريها عليه. حابه ان العيش يبقى صغير زي ما انا عاملاه كده، تمام. حابه يكبر شويه براحتك برضو. انا عملت بالميزان عشان اعرف كل رغيف حجمه قد ايه، عشان ما الاقيش رغيف صغير ورغيف كبير كده. تمام. دلوقتي بقى هبتدي اكور العجينه كده على مكان نظيف مفهوش دقيق لغايه لما تبقى كوره حلوه كده. تمام. وهعمل بقى كل العجينه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اوزنها او اشوف حجمها كويس، و اكورها واحطها في صاج، واسيبها شويه لغايه ربع ساعه، لغايه مثلا لما مش تخمر ترتاح، عشان اعرف افردها براحتي. زي ما انتوا شايفين انا عملت نص العجينة وهكمل النص التاني. بس قلت اوريكم شكل العجينة بعد ما قسمتها وكورتها. تمام. دلوقتي بقى انا جبت حبة دقيق، وجبت النشابة بتاعتي، وهجيب بقى كورة كورة وافردها على المقاس اللي انا حباه. انا حبيت مقاس صغير يبقى على قد الساندوتش كويس، ما يبقاش كبير قوي، وفي نفس الوقت اولادي مثلا ممكن ياخدوا لقمة ويرموا الباقي، لا.
احنا في حمل دلوقتي لقمة، يعني حرام ان احنا نرمي اي لقمة، وهو العيش ده مش هيترمي منه حاجة. عايزة اقول لكم وهو سخن كده بيتخطف والله. نعمل كل العجين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ونرجع مع بعض اوريكم هنعمل فيه ايه. زي ما انتوا شايفين انا كورت فردت العجين كله وحطيته في صاج زي ما انتوا شايفين بالمنظر دوت. ودلوقتي بقى جبت طاسه سخنه، ويا ريت تكون طاسه صغيره علشان خاطر ما توزعش النار، يبقى النار على الرغيف بس. تمام. دلوقتي بقى انا هسيبه يا دوبك يتشمع، وهقلبه على الناحيه التانية. ويا ريت ما تكونش نار هاديه، تكون نار عاليه كويسه عشان خاطر الرغيف ينفخ معانا ويقب كده. تمام. زي ما انتوا شايفين يا دوبك شمع، وقلبته على الناحية التانية، وهفضل كده اقلبه على الناحيتين لغاية لما ياخد لون وينفخ معايا. بصوا، بصوا بيقب ازاي. تفضلي كده على الجوانب لغاية لما كله ينفخ معاكي. رغيف عسول وامور وصغنون كده، حلو ومش وحش. عايزة تقللي الكمية، عايزة تضاعفي الكمية، براحتك يعني. عندك انا هكتب لكم المقادير وانتوا تعاملوا بقى. بصوا بينفخ ازاي. تفضلوا كده تخلوه، يعني توزعوا الهواء في الرغيف كله علشان يفتح كله معانا. تمام. ونفضل كده على الكمية كلها. هو متعب بس هتتعبي ساعة ولا حاجة، وفي نفس الوقت هتاخدي حاجة انت حباها وعيالك هيفرحوا بيها جدا، وهيوفر معاكم. انتوا عارفين 14 ترغيفة من دول مثلا يعملوا لهم 5 جنيه ولا حاجة. بصوا الرغيف من جوه عامل ازاي. انا قلت اوريكم ان هو يعني قابب وحلو، بس هو كان سخن مولع، اتلسعت منه كام لسعه كده صعبه قوي يعني. بس هتنبسطوا منه والله خالص. بصوا، منفوخ نفخه عسوله. دلوقتي بقى انا خلصت الكميه، وزي ما انتوا شايفين حاجه كده محترمه. عيش شكله حلو وكمان طعمه احلى بكتير من شكله بجد. وعايزه اقولك ينفع بقى مع الفول، مع الجبنه، مع الكبده، مع الملوخيه، ينفع مع كل الاكلات. ينفع كمان نقطعه ونعمله فته، يعني عارفه اللي هو كله. وطعمه حلو جدا جدا. واحنا كمان حاطين له حاجات حلوه، اللبن والزبده والزيت. وممكن كمان نحط له قشطه اذا متواجد، ممكن نحط له لبن رايب، زبادي، اللي متواجد نحطه. بص شكله من جوه عامل ازاي. بجد حلو قوي قوي قوي، وطعمه حلو جدا. زي ما قلت لكم في اول فيديو، الرغيف
العيش في البيت كله خير وبركة. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، وكون قدمت لكم حاجه مفيده، وكون عرفت اعمل لكم حاجه تنفعكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب زي ما اتفقنا في اول فيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ صافي. وانتظروا اكله جديده ووصفه جديده من مطبخ صافي. باي.